قطع الأراضي مشروع مسكن. لو انت بتسأل عن قطع اراضي وزارة الاسكان او عايز تاخد شقة بس سعرها رخيص، احنا هنا نقدر ناخد شقة بسعر التكلفة عن طريق اتحاد الملاك من طرح اراضي مسكن اللي شغال حاليا، وتقدر كمان تاخد قطعة ارض وتبني عليها بيت العمر. بس لازم تعرف شوية معلومات مهمين جدا جدا يا صديقي عن طرح قطع اراضي وزارة الاسكان، لانك لو ما عرفتش المعلومات دي ولا هتستفيد بشقة ولا هتستفيد بقطعة ارض، لان الموضوع فيه شوية ضوابط لازم فعلا تكون على علم بيهم. يلا بينا في حلقة النهاردة اقول لك شوية معلومات مش هتسمعهم في حتة تانية، واللي انا عايز افيدك بيهم. هاني الخميسي، وده الكلام في المفيد. السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا بكم. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه، وزاره الاسكان بتعلن عن طرح قطع اراضي. طرح قطع الاراضي ده ما كانش بينزل في القاهره والجيزه بقاله فتره كبيره، ولكن بقاله كده حوالي سنه بدا ينزل في القاهره والجيزه بنظام جديد اسمه نظام الطرح المتجدد والدائم. يعني ببساطه كل مده زمنيه كده حوالي 3 أو 4 شهور بيحصروا عدد قطع اراضي موجوده وفاضيه او شاغره محدش حجزها في المدن الجديده او متبقيه، ويبداوا يعملوا بيهم حصر ويشوفوا العدد كام وينزلوه في طرح. الطرح ده اسمه طرح اراضي مسكن، وبدا ينزل فعلا في اكتر من مدينه. والاراضي دي بتنزل بثلاث انواع، من الاراضي دي: اراضي متوسطه اللي هي تعتبر اقل حاجه واصغر مساحه وارخص حاجه، وجديه الحجز بتاعتها بتكون 25,000 جنيه. والاراضي المميزه جديه الحجز بتاعتها بتكون كام؟ بتكون ب 100,000 جنيه. والنوع اللي بعد كده الاراضي الاكثر تميزا جديه الحجز بتاعتها بتكون ب 350,000 جنيه. بس الاسعار بتاعتهم كام؟ لو قلنا على الاراضي المتوسطه اللي هي اقل حاجه، القطعه بتكون في حوالي دلوقتي 600,000 جنيه كمتوسط. والمميز نقدر نقول ممكن تلاقي ب 2 مليون 3 مليون وهكذا. الاكثر تميزا ممكن تلاقي ب 7 مليون لحد 14 و15 مليون حسب كل مدينه. كل التفاصيل دي جميله، وكل الانواع دي مناسبه لناس كتيره جدا. يعني في ناس مناسب معاها الاراضي المتوسطه، وفي ناس مناسب معاها الاراضي المميزه، وفي ناس مناسب معاها الاراضي الاكثر تميزا. خلي بالكم احنا عددنا كمصريين عدد كبير جدا وعدينا ال 105 مليون نسمه. في بقى كل الشرائح موجوده، في اللي عنده امكانيه ماديه وفي المتوسط وفي اللي على قده، كل حاجه موجوده. وكل الانواع اللي بتنزل من وزاره الاسكان في ناس تقدر تشيلها. تعالوا كده ببساطه هديكم 5 معلومات مهمين جدا لازم تعرفهم لو انت حابب تاخد شقه او قطعه ارض من خلال طرح اراضي مسكن اللي شغال حاليا. اول معلومه لازم تعرفها عن طرح قطع الاراضي مسكن والمتجدد كل 3 شهور او 4 شهور واللي شغال حاليا من وزاره الاسكان، ان الطرح ده بيكون لمده شهرين. ايه حكايه الشهرين دي؟ وانت محتاج تعرف المعلومه دي ليه؟ ما هي معلومه عاديه، لا ده انت لازم تعرفها. الشهرين دول فتره التقديم، فتره تجهيز ورقك وتقديمه وتشوف القطع وتعينها وتنزل على ارض الواقع وتشوف المناسب ليك. يبقى انت قدمت اول يوم زي اخر يوم. بس اعرف لو انت قدمت اول يوم يبقى انت كده جمدت جديه الحجز بتاعتك من اول يوم. لك ان تتخيل ان اول يوم ده في مده الشهرين، فهتضطر تنتظر لمده اخر الشهرين اللي فاتح فيهم فتره التقديم، وبعدين تنتظر بقى فتره المراجعه وفتره القرعه وفتره استرداد الفلوس. فتلاقي انت فلوسك اتجمدت فتره طويله جدا. فايه بقى وجه الاستعجال هنا؟ انك تقدم من اول يوم او تاني يوم او حتى في خلال الشهر الاولاني. طب ما انت ممكن تقدم في خلال الشهر الثاني من المدة اللي هم فاتحينها عشان تقدم فيها، ممكن تقدم في خلال النص الأخير من الشهر الثاني. الشاهد من الموضوع أنا بديك المعلومة دي علشان بقول لك ما تستعجلش، ومفيش أي داعي للاستعجال وأول يوم زي آخر يوم. فقدم في الفترة الأخيرة علشان ما تجمدش فلوسك أطول فترة ممكنة، لأنك مش هتقدر تسحب فلوسك إلا لما بنك تعمله إسكان، وبعد ما يتقفل الطرح خالص ترجع لك الفلوس أوتوماتيك، ومش بيبقى ليها ميعاد ثابت، ولكن ممكن تاخد معاك 15 أو 20 يوم. أما المعلومة التانية بقى اللي لازم تعرفها عن طرح قطع الأراضي مسكن، سواء تاخد في المتميز أو الأكثر تميز أو المتوسط، في كل الأحوال هنا الأراضي دي شبه إنها كاش يا صديقي، شبه إنها كاش.
ايوه بالفعل هي فيها نسبة استكمال والمفروض انها بالقسط. يعني ايه؟ يعني تدفع مقدمة حوالي 25% وتقسط حوالي 75%. ده المفروض اللي كان متبع في كل الطروحات القديمة، ولكن الطرح ده هو بأعلى نسبة استكمال، وأعلى نسبة استكمال يعني يا صديقي هتلاقي ناس كتيرة جدا كاتبة 100%. فأنا بقولها لك قولا واحدا، لو أنت مقدم على مدينة من المدن اللي عليها إقبال، على سبيل المثال مدينة السادات أو مدينة بدر في القاهرة أو مدينة الشروق الأكثر تميزا، ودي مدن على سبيل المثال، وانت تقدر تحسب الموضوع ده من خلال متابعتك للسوق العقاري في المدينه اللي انت عايش فيها او عايز تقدم عليها. بس انا اديتك مثال، الاماكن اللي انا ذكرتها دي قولا واحدا لو انت مش كاتب 100% اعتبر نفسك انك خارج الطرح ده، اعتبر نفسك هيتم استبعادك، لان بنسبه كبيره جدا جدا القطعه دي محدوده يا صديقي، نازله تعرف تعدها على صوابع الايد ومعروفه جدا جدا، والقطع اصلا هي في مواقع متميزه، هي قطع متبقيه مش في امتدادات او توسعات في المدن الجديده، ده جوه في قلب المدن متبقيه عليها اقبال شديد جدا، اللي عايز يسكن هياخدها، اللي عايز يتاجر هياخدها، الشركه المطور العقاري وبيبني عايز ياخدها، فعليها اقبال شديد جدا. فانت عشان تدخل القرعه ويكون لك اسم جوه الصندوق اكتب 100%، ملاش حل غير كده. هتقول لي بقى ما انا ممكن ما اقدرش اسدد، ساعتها ابيعها واكسب فيها. هتقول لي مش هقدر اسدد، اقول لك ان شاء الله تعالى انا هجيب لك ناس تدخلوا مع بعض شراكه ونبنيها باتحاد ملاك، وتاخد شقه او شقتين بسعر التكلفه، وانت كده كسبت مكسب محترم جدا جدا، وبقى عندك شقتين او شقه يا صديقي بدون اي هامش ارباح، وكمان وفرت مبلغ كبير. ولو انت اللي فزت بقطعه الارض في اتحاد الملاك هيكون ليك ميزه اضافيه، الميزه الاضافيه انك هتختار الدور على مزاجك والشقه المناسبه ليك على مزاجك، وكمان هتاخد تخفيض على الشقه بتاعتك، فهيبقى الموضوع جميل جدا مناسب ليك. فما تفوتش الفرصه دي، لو انت هتقدم تواصل معانا علشان تقدر تستفيد بالفكره اللي احنا بننظمها ان شاء الله، شقق اتحاد ملاك بسعر التكلفه من خلال اراضي مسكن، والكلام ده ينطبق على المتوسط وعلى اكثر تميز وعلى المميز. الرقم الخاص بشقه بسعر التكلفه واتحاد الملاك بيظهر معاك دلوقتي على الشاشه، تواصل مع فريق العمل وسجل معاهم التقديم بتاعك ان شاء الله علشان تبقى في الامان، وخاصه لما تسمع النقاط الثانيه اللي انا هقول لك عليها في حلقات النهارده. المعلومه الثالثه اللي عايزك تعرفها عن طرح قطع اراضي مسكن رقم 4، انك لو فزت بقطعه ارض سواء في المتوسط او المتميز او الاكثر تميزا لازم تسدد الثمن كاش يا صديقي. هتسدده امتى؟ هتسدده في خلال شهر في الاراضي المميزه والمتوسطه، اما الاراضي الاكثر تميزا هتسددها في خلال شهرين، والاكثر تميز تحديدا الاولويه للدفع بالدولار، ومفيش دفع بالدولار في المميز ولا المتوسط، عشان الناس فاكره ان في اولويه وتقول لك طب انا ادفع بالدولار عشان يكون ليا اولويه في المتوسط والمميز. مفيش اولويه خالص يا صديقي في الكلام ده الا الاكثر تميزا، والاكثر تميزا عشان تدفع بالدولار لازم يتحولوا من بره مصر، او لازم الدولار بتاعك يكون موجود في حساب جوه مصر عدى عليه 60 يوم قبل موعد استحقاق الفلوس دي. فخلي بالك بشويه الضوابط دول مهمين جدا جدا. فلو انت هتقدم بنفسك احسبها كويس جدا علشان يبقى مطلوب منك الفلوس في خلال شهر مميز ومتوسط، وخلال شهرين أكثر تميز. والمعلومة بقى رقم 4 عن طرح قطع أراضي مسكن اللي عايزك تعرفها وتركز فيها كويس جدا، واعتبرها إنها من أهم وأغلى المعلومات يا صديقي. المعلومة بتقول إيه؟ إن الطرح ده عملية الفوز فيه بتكون صعبة إلى حد كبير جدا. أنا بصرحك علشان تبقى متعايش الفكرة ماشية إزاي. دلوقتي نازل وليكن على سبيل المثال في الأكثر تميز 4 قطع أراضي في مدينة الشروق، وعلى سبيل المثال 97 قطعة في مدينة بدر. تعالوا نحسبها مع بعض كده. هو مرتبها لك على الموقع الإلكتروني اللي هو موقع مسكن بأرقام القطع، وكل قطعة عليها عدد الحاجزين. يعني تلاقي مثلا وليكن قطعة رقم 50 حاجز فيها 500 واحد، قطعة مثلا 97 حاجز فيها مثلا 1000 واحد. فخلي بالكم هنا في النقطة دي كويس جدا واعرف الفكرة. العدد اللي متقدم على القطعة دي هيتحطوا فين؟ هيتحطوا كلهم في صندوق. يبقى الصندوق ده نفترض ان الصندوق ده بتاع القطعة رقم 50، فانت الورقة بتاعتك مع اوراق الناس كلها اللي متقدمة اتحطت في الصندوق ده، وهنبدأ نختار اسم يفوز بالقطعة. فاحنا دلوقتي بنندى على القطعة رقم وليكن 50. طب القطعة رقم 50 تعالى بقى شوف الصندوق فيه كام ورقة، واحنا نختار ورقة من وسط دول عشان القطعة رقم 50 يفوز بيها صاحب الورقة دي. القطعة اللي بعدها رقم 11 متقدم عليها 12، بنطبق ورقهم
والشاشات شمال ويمين فيها اسامي كل قطعه، بينزل اسامي الناس اللي مقدمين عليها، تقدروا حضراتكم تتابعوا الاسامي بتاعتكم من خلال الشاشات. والورق والكعوب مطبوعه طبقا للكشوف دي ومحطوطه قدامكم في الصندوق، ونسحب عشان نحدد اسم سعيد الحظ الفائز بالقطعه. الفائز معانا بالقطعه رقم 11 محمد احمد محمد مصطفى. تخيل بقى الورقه بتاعتك دي في وسط كام واحد؟ في وسط 500 واحد، 200 واحد، 1000 واحد، العدد كبير جدا والطرح عليه اقبال، ففرصتك هنا تكاد تكون ضعيفه، فركز كويس جدا علشان ما تتاملش ان الفرصه قويه او كده. والله انا شايفها انه صاحب الحظ الوفير اللي هيفوز بالقطعه دي وربنا كاتب له الفوز. الموضوع حرفيا صعب، ولكن كانت هتبقى جميله جدا جدا، واتمنى ان المسؤولين عن وزاره الاسكان وطرح اراضي مسكن يسمعوا الاقتراح ده ويخلي كل الاراضي تتحط في صندوق واحد. وعلى سبيل المثال قطع اراضي مدينه بدر 97 قطعه، فلو كلهم اتحطوا في صندوق والاسماء كلها اتحطت في صندوق، يبقى انت كشخص بتنافس ليك 97 فرصه، 97 فرصه انك تاخد قطعه ارض. فهنبدا نبدا، وليكن مثلا القطعه رقم 1 فاز بيها محمد احمد، مثلا القطعه رقم 2 فاز بيها علي محمد. طب انت مثلا اسمك هشام وموجود جوه الصندوق، فكل ما بنسحب قطعه ارض ونسحب ورقه من الاسماء، ما ممكن اسمك يطلع من الاسماء دي مع قطعه ارض. فطول ما صندوق القطع موجود فيه قطع، فانت ليك فرصه في صندوق الاسماء، يعني ال 97 قطعه ليك 97 فرصه، غير انك تكون مقدم على قطعه بعينها ويبقى القطعه دي هي فرصه وماتت على كده. اختار ورقه القطعه رقم 50، ما انت فرصتك ضعيفه جدا، انت ورقتك في وسط 1000 ولا في وسط 500، تكاد الفرصه تكون معدومه الا صاحب الحظ الوفير. وخلي بالك في النقطه دي كويس جدا جدا. وكمان موضوع الشروق برضو 4 قطع عليهم ضرب نار زي ما بيقولوا، وعليهم اقبال شديد جدا، واغلبهم ناس بره مصر عندهم امكانيه يدفعوا بالدولار. لو انت حضرتك هتسدد بالمصري، ما هو في امكانيه انك تسدد في الاكثر تميز بالمصري، بس انا ما انصحكش بكده، لان في ناس كتيره فاهمه كويس جدا ان الاولويه للدولار، وعندهم الامكانيه كده لانهم شغالين بره مصر وبيقبضوا بالدولار والتحويل بتاعهم بيجي بالدولار. فخلي بالك ما تكتبش نسبه مصري نهائي في الكلام ده رغم انه متوفر. وبرده خلي بالك من الفكره نفسها اللي هي فكره ان العدد هيكون ازاي فرصتك ممكن تفوز. وارجع بقى للنقطه اللي انا كلمتك فيها، ما تجمدش فلوسك اطول فتره ممكنه علشان يا صديقي تقدر تشوف مصلحتك لو ما حصلش نصيب وفلوسك ما تقعدش فتره كبيره في البنك. اما بقى المعلومه الخامسه والاخيره عن طرح اراضي مسكن اللي شغال حاليا من وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، ده مرتبط او نتيجه للنقطه اللي قبل كده او المعلومه اللي قبل كده. عايز اعرفك ايه بقى في المعلومه دي؟ بص يا صديقي، المعلومه دي بتتكلم يا صديقي ان فرصه الفوز ضعيفه. طب انت عايز تتغلب عليها، قدامك طريقين عشان تتغلب عليها. الطريقه الاولى، وده غالبا التجار بيعملوا كده، بيجيبوا اسماء تبعهم ويقدروا يقدموا باكتر من اسم، فبيبقى ليه ورقه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في الصندوق، ففرصه فوزه اقوى من فرصتك بعدد الورق اللي هو حاطه او الناس اللي دفع لهم جديه حجز وحط اسمهم. وده بيحصل علشان بس نعيش الواقع. فانت عشان تنافس الكلام ده حاول بقى تقدم باسم اخوك واختك ومامتك او اي حد قريبك لو انت عندك امكانيه لكده، او تحديدا لو عندك امكانيه انك تسدد كاش، فادفع الفلوس دي جديات حجز عشان يبقى ليك اكتر من ورقه جوه الصندوق فتقدر تنافس. ده الحل الاول. الحل الثاني، لو انت اصلا مش عايز قطعه الارض كقطعه ارض ولكن تبني اتحاد ملاك وشقه والكلام ده والفكره اللي احنا بنتكلم عنها، هنا بقى انا بساعدك ان في اكتر من واحد بنجيبه لك بتقدموا مع بعض على نفس القطعه، فانتوا جوه الصندوق بيكون لكم عدد كبير من الورق بعدد الشقق المسموح البناء فيها على القطعه دي. يعني وليكن مثلا مدينه بدر القطعه هتطلع معانا 4 شقق، وان شاء الله الحلقه الجايه هتكون عن حسابات شقه بسعر التكلفه من خلال اتحاد الملاك عن طريق طرح اراضي مسكن، واللي هتكون موفره جدا جدا سواء في قطع الاراضي المتوسطه او المميزه او الاكثر تميزا. تابع الحلقه دي لان فعلا فيها توفير كبير جدا جدا عن سعر السوق، لانك هنا بتاخد الاراضي من المنبع واللي ما بيكونش فيها اوفر برايس عن السوق العقاري لو هتشتري قطعه ارض من السوق. فلو هنا يا صديقي بقى نقدم على قطعه متوسطه، يعني انت امكانياتك تدفع 25000 جنيه، فانت يعتبر بتنافس على القطعه دي ب4 افراد لانك هتاخد شقه في الاخر. فبالتالي لو فاز واحد يبقى انت اكنك فزت لانكم هتشتركوا مع بعض اتحاد ملاك. اما القطعه الاكثر تميز فانت تقدر تبني عليها عماره
مكونه من ارضي وثلاث ادوار والدور على شقتين او 3 شقق و4 شقق كمان. يعني ممكن العماره تبقى 8 شقق يعني 8 افراد، وممكن تبقى 12 شقه وممكن تبقى 16 شقه. يعني احنا بننافس ب8 افراد او ب12 فرد او ب16 فرد جوه الصندوق، ودي فرصه كويسه جدا جدا انك تقدر تفوز وتشترك في شقه بسعر التكلفه عشان تدخل في اتحاد ملاك، ويبقى وفرت كتير جدا جدا عن سعر السوق. ودي كانت الخمس معلومات المهمين جدا اللي عايزك تعرفهم عن طرح اراضي مسكن. لو في اي استفسار او معلومه معينه او حاجات تانية حابب اضيفها لك، وفعلا في حاجات كتيره ان شاء الله اعمل لها حلقات تانية، سيب لي بس في التعليقات عشان هتكون ان شاء الله هو التحضير او التجهيز للحلقه اللي جايه. وبس كده يا صديقي، نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.